السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني طبعا. هنبتدي هنشرح مع بعض مادة الرياضيات الدرس الثاني. معانا جمع وطرح الكسور. الدرس الثاني جمع وطرح الكسور. أولا الجمع، هنجمع ازاي الكسور؟ هنقول كده بتيجي لنا ازاي في الامتحان. المسألة مثلا بتيجي نص زائد تلت. احنا اتفقنا قبل كده في الحصة اللي فاتت، واللي ما شافهاش يرجع تاني الفيديو. انا اديتكم حصة بسيطة كده، جمع الكسور لما يكون المقامات متشابهة او لما تكون المقامات مختلفة. واللي ما شافش الحصة دي يدوس اشتراك عشان توصل له كل الفيديوهات بتاعتي. هنسمي بسم الله كده. هنقول طبعا النصف زائد الثلث، دي المسألة اللي هتجيلنا في الامتحان. هنتعامل معاها ازاي؟ زي ما قلت لكم، هنضرب المقامات في بعض 2 في 3 عشان نوحد المقامات. هنا المقامات مختلفة، لازم نوحد المقامات، وقلنا قاعدة قبل كده أهم حاجة نوحد المقامات عشان نعرف نحل. 2 في 3 ب6، وهنا 6. بعد ما وحدنا المقامات برضو هنضرب طرفين في وسطين. 1 في 3 ب3، 2 في 1 ب2. وبعد كده خلاص هتبقى مسألة جمع عادية. تساوي، احنا وحدنا المقامات هنا 6 زائد 6، خلاص نزلنا ال6. هنجمع 3 زائد 2 ال5 في البسط فوق. اديكم مسألة تانية وده معايا الإجابة. 2 مسألة تانية اهو. 2 على 3 زائد 3 على 4. هنعمل برضو الزائد، لازم نوحد المقامات هنا تبقى زي بعض. هنضرب اللي تحت الأول، المقام الأول 3 في 4 ب12 هنا و12 هنا. بعد كده هنضرب الطرفين في الوسطين. 2 في 4 ب8، 3 في 3 ب9. هنقول يساوي الناتج الأخير بتاعنا هنا. وحدنا المقامات خلاص بقت كلها 12. 8 زائد 9 17. طب نشوف برضو مسألة تانية مع بعضينا كده. 3 رقم صحيح، هنجمع رقم صحيح زائد رقم كسر أو اعتيادي. 2 وربع تساوي، التلاتة هنا رقم صحيح وهنا الاتنين رقم صحيح، يبقى هنجمع الأرقام الصحيحة مع بعض. 2 و3 5، وطبعا هيتبقى معانا الربع فهنحط الربع. خلاص كده. ثانيا، وده أهم حاجة في الدرس كله علشان فيه لفة كده شوية لازم تركزوا معايا. هنسمي الأول كده، هنقول إيه؟ بسم الله. 3 ناقص ربع. هنطرح رقم صحيح من كسر، دي دايما بتيجي في الامتحان. هنقول كده تساوي، في طريقتين ممكن نعملهم بيها ونتأكد. أول طريقة نتأكد بيها، احنا هنا الرقم الصحيح كام؟ 3. هنعمل عندنا كده 3 دوائر عشان نتأكد ان المسألة بتاعتنا صحيحة. ال3 دوائر دول عايزين ننقص منهم كام دايرة؟ ربع. الربع يعني ايه؟ يعني هنا ربع الدايرة هنشيل منها ناقص، طبعا ناقص ربع.
فهيتبقى معانا كام دايرة؟ هيتبقى معانا دايرتين، والجزء ده 3/4. ده الناتج الصحيح. ممكن تعملوها بالطريقة دي، وممكن تعملوها حسابيا بقى. دي عشان نتأكد منها نعملها حسابيا ازاي؟ هناخد الرقم الصحيح ده، هنقول 3 ناقص ربع. هينفع ال3 نطرحها من الكسر؟ لا طبعا، لازم نحول الرقم الصحيح ده نخليه كسر. طبعا احنا اتفقنا لازم نوحد المقامات في كل المسائل. فهنقول ال3 دي تساوي ال3، الرقم الصحيح ده يساوي ايه؟ 1 صحيح زائد 2. 1 زائد 2 طبعا بيدينا 3، ونطرح منها عادي الربع. طب الواحد الصحيح ده اتفقنا فيه قاعدة، أي رقم على نفسه بيساوي 1. يعني ايه؟ هنا عندنا 4، يبقى الواحد الصحيح ده هنخليه 4/4 علشان نوحد المقامات مع بعض. يبقى الواحد ده هو 4/4 زائد 2 اهو. هننزل كل حاجة زي ما هي زي ما لاحظنا هنا اهو. عملنا 4/4 والواحد على 4، دي بقت كسر اهي معايا تاني. هنا عملنا 4/4 زائد 2 ناقص الربع. جبناها منين؟ قلنا الواحد ده يعني 4/4، أي رقم على نفسه بيدينا رقم واحد صحيح. كده بقت سهلة معانا المسألة. هنطرح هنا في ناقص، هنقول يساوي 4 ناقص 1 يدينا 3. وطبعا المقامات متوحدة خلاص، هننزل هنا 4 وهنا هيتبقى معانا الاتنين، تبقى 2 اهي. 2 و3/4 هي نفس المسألة اهي، بيساووا بعض اهي. ناخد مسألة تانية بشكل تاني بصيغة تانية. اتنين ناقص 3/5. احنا اتفقنا قلنا عشان نتأكد دي كام دايرة؟ دايرتين، دول 3 أخماس. يعني الدايرة الواحدة هنقسمها إلى 5 أجزاء اهو. 1 2 3 4 5. عايزين منهم كام؟ عايزين نشيل منهم 3. هيتبقى كام جزء؟ جزئين، يعني جزئين من ال5. وهنا في كام دايرة؟ دايرة واحدة. يبقى ده الناتج اللي احنا المفروض نوصل له. يعني ايه بقى بحسابيا بالكلام ده؟ هنقول تساوي الاتنين، الرقم الصحيح ده قلنا اهو يساوي الاتنين، الرقم الصحيح اهو 1 زائد 1 صحيح ناقص. هننزل المسألة، بقية المسألة زي ما هي. وبعد كده احنا اتفقنا الواحد الصحيح ده عشان نحوله لرقم كسر هنقول 5/5. ليه اخترنا 5/5؟ عشان هنا المقام 5 في المسألة، فعشان نوحد المقامات عايزين المقام هنا 5 والمقام هنا 5. بعد كده ننزل كل حاجة زي ما هي كده، 3/5. بقى عندنا كده الكسر اهو جاهز زي الكسر ده في المسألة. خلاص كده هنطرح عادي عشان المسألة بتاعتنا طرح. هنطرح، هنقول 5 ناقص 3 2. والمقامات طبعا هنا بقت متوحدة خلاص، بقى المقام بتاعها 1. 5 و5 بقت خلاص 5، والواحد بتاعنا هنا هينزل اهو. لقينا المسألتين متطابقين. طب ناخد مسألة تانية بصيغة تانية برضو اهو. طب لما يبقى عندي رقم 5 وكسر، رقم صحيح معاه كسر
ننقص منه رقم صحيح. نحل المسألة دي ازاي؟ اهو هنقول هنا طبعا زي ما قلنا عادي اهو، التلاتة هنا الرقم الصحيح بتاعنا اهو لوحده، هنحوله نخليه يبقى رقم كسر عشان تبقى المسألة ماشية مع بعض. هنقول هنا الرقم الصحيح ده، هننزل الأول الكسر بتاعنا اهو، 5 ناقص عادي اهو. ممكن نعمل الأقواس من هنا، أو ممكن نعملها من الناحية التانية برضو مفيش مشكلة. التلاتة هنا هننزلها تبقى 1 زائد كام؟ 1 زائد 2. لازم نعمل كده. هننزل برضو المسألة بتاعتنا زي ما هي اهو، ده كله هينزل اهو. هنا بقى هنعمل ايه؟ الواحد هنا هيبقى كام؟ عشان هنا عندنا المقام 4، لازم نخلي المقام بتاعنا هنا 4. الواحد ده أصله كام؟ 4 على 4 زائد 2 اهو بالشكل ده. خلاص بقت عندي الكسر جاهز اهو، وهنا الكسر بتاعي بقى جاهز. المقامات بتاعتي بقت 4. هنا 4 ناقص 3 كام؟ تبقى 1 على 4. وهنطرح طبعا 5 ناقص 2 3. خلاص كده، دي بقى الناتج بتاعتي معايا. اتمنى يا رب ان يكون الشرح بتاعي عجبكم، وده نهاية الدرس الثاني. يا رب يكون المعلومة وصلت لكم واستفدتوا معايا في الدرس الثاني، وأتمنى بالنجاح وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.